والله ما تدخل الجنه يا سعد الشرعي. الله يلعنك. والله يا سعد الشرعي اذا ما سامحتكش انا والله ما تدخل الجنه بسببك جاني السكر. ايش دخلني فيك يا صاح؟ حق ما انزل على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. انا اللي اعطيتك السكر انا. والله غير بسببك انا نقول لك كي نتغلى لداخل نغلي لداخل حتى جاني السكر اقسم لك بالله. انت يا اسعد في يوم من الايام انت جربت ورحت تجس في نبض الجزائريين وكنت في مطار لو تتذكر، يعني هذيك الحادثه الجميله. انا يعجبني ذكائك يا اسعد، انا شوف انا كل شيء لكن ذكائك يعجبني، ذكائك والتحايل على مثل العياشه يعجبني كثيرا. لا يا اختي واشكر يا اختي رحت المطار لحظة رابح يا رابح لحظة. اسمك الكريم ما اسمك؟ اسمي لست نخبة وإنما مواطنة جزائرية. رحت للمطار يا سعد لحظة. نعم تفضل. شوفي أنا سمحت لك وأنت توجهين الكلام إلي، لم أقاطعك وحتى وأنت تتهجمين علي. لكن لا مش تهجم. لحظة حكايات روايات. اسمعيني يا أختي تفضل. يعني كلكم هكذا رجال ونساء أصواتكم مرتفعة. لا نتكلموا كما أنت عادي أسعد. النقطة نفسها اهدئي. أنت كلامك معي وأنت توجهين لي الكلام وأنا أسجله. تتهجمي على شعب آخر مش مسموح لك أصلا. لا ما نتهجمش. أنا فقط أسعد في إطار مناقشة أفكار اللي كنت تقول فيها من شوية. ناقشي أفكاري أنا أسجل لك وسأرد لك الصاعين. يلا بالضبط يا سيدي ويعجبني صاعك. شوف اسعد في يوم من الايام رحت تتودد في انتايا يعني شخصيا رحت المطار تعمل في جس نبض الجزائريين وقلت راني جاي للجزائر، فقامت الدنيا وما قعدت، فكان يعني مجرد جس نبض. فانت والله ما يتقبلوك الجزائريين وانت متاكد يا اسعد، احنا متاكد انه فينا صفه انه لما نحطوا انسان في الخانه السوداء ما عندناش حاجه اسمها ذنب واغتفر. انني توددت للجزائر، انا توددت لك انت. ما الذي سيعجبني فيكم حتى أتودد فيكم؟ أولا أنا لم أتودد لكم عمري. أنا قلت لكم أنه في 2022 بداية 2022 كان هناك تنسيق مع جهة إذا أردتم اسمها أعطي اسمها، لها علاقة بالجزائر، وشخصية أيضا لها علاقة بالبوليزاريو، وتعالي يا أخ سعد الشرعي وأنت صوتك قوي ونحجز لك التذاكر تيجي لعندنا إلى إسبانيا، ومن إسبانيا بناخذك إلى تندوف وتشوف المخيمات، ومن المخيمات عاملين لك برنامج تطف فيه في الجزائر. قلت لهم حاضر فرصة، والله اني كنت رايح والحمد لله اني ما رحت. لو رحت كانت كارثة والله العظيم، ان الترتيبات كلها كانت جاهزة سبحان الله. لكن طلع في راسي قلت انا كنت افكر، ما كنت اعرف ان الامور مشحونة الى هذه الدرجة بين المغرب والجزائر. قلت بروح المغرب اولا، قررت اني اروح المغرب هذيك اليوم، قررت ايام الزياره الاولى، تعرف الزياره الاولى في يوم الزياره الاولى قلت انا في نفسي بلا تندوف بلا بطيخه، خلي تندوف في الاخير، نكون قد مرينا على المغرب وبعد ذلك نرجع الى اسبانيا، ومن اسبانيا نكمل برنامجي مع هذيك السيده، وهي معروفه وانا ممكن افشي لكم باسمها، وهي جزائريه حتى النخاع وعامله نفسها بوليزاريو هكذا. رحت المغرب تفركش البرنامج الاخر، خلاص انا رحت المغرب اصبحت مرتزقا للمخزن وبدأوا صبوا علي هذاك جام غضبهم، وتعرفوا الحكايه كلها معنا في هذه الزياره. ولا توددت لكم ولا عمري دورت ابوكم ولا يشرفني حتى انني اعول على واحد منكم. الحمد لله انا هنا في بيتي من مكتبي افتح لايفاتي يسمعني عدد كبير جدا. الان عندي هذا العدد موجود، وعندي في اليوتيوب عدد، وسيروك الناس وسيروني الناس. الحمد لله اوصل افكار، اؤثر في الناس واتاثر بما يعطي الناس وصافي خلاص. اما حركه المطار، حكايه المطار تذكر هذه حكايه المطار؟ ما ادري يمكن رابح ما قد سمعش حكايه المطار. يا رابح انا قلت يوم سامع بها هذيك شهر راك قلت لهم راني في الجزائر ومانيش قادر ندخل، وكنت تضحك عليهم. كنت ما كنت في المغرب ولا لا انا عشت الدور على انني الصدى يا رابح، الصدى. انا برجع لك، غلق الميكروفون. هي الان شفتوا هذيك الحكايه ديال المطار والضحك اللي عملناه والمقلب. شفتوا واحد يعمل مقلب للدوله، واحد عمل مقلب للدولة، المطار انقلب رأسا على عقب، كانوا منتظريني باعترافها. هي قالت كل الناس كانوا ينتظروك في المطار يقبضوا عليك، يعني يدقدقوك. الذي حصل انتم تعرفوا حكاية تدن مني للجزائر وأنني جاي جس النبض
ولا نب ولا حاجة. أنا أصلا قد أنا عايش في المغرب، بس قلت في بالي أخرفن هذا العالم الآخر، أخرفنه بطريقتي الخاصة، وعملت هذاك الدراما. السلام عليكم فخامة الرئيس عبد المجيد تبون، يا أخي أنا أخطأت في حقك كثيرا، وأنا بصراحة أرض الأحرار وهذا، وأنا بغيت أزور الجزائر يا فخامة الرئيس تبون، وأنت أهل للعفو ولا كذا، وأنا ثقلت عليك شوي يا عمي تبون، أنا آسف. والناس صدقوا، وفعلا وأنا رايح المغرب، التذكرة إلى المغرب بس عملت نفسي على أني رايح الجزائر، وفعلا والله حتى أقرب الناس إلي، حتى بيتي أنا صدقوا الحكاية، والله العظيم صدقوا الحكايه، لانني ما شاء الله الدراما ديالي كانت متقنه تماما. اقول لهم مع السلامه يا جماعه، الى اللقاء، انا مسافر وتبون يقتلني مع السلامه، وانا قد وضعت الوصيه. نفس الحكايه اللي عملتها مع المغرب، بس المغرب انا سافرت حقيقه، وفعلا صورت من مسار مانشستر، وانا حاولت اصرف العمله، وانا رحت لعند صاحب الصرافه قلت له اخي can I have can I have change my money please, I need Algerian currency. قال لي الجيريان كورنسي، ما اعرف شيء عمله اسمها عمله الجزائر. قال انا عمري ما ولا مر علينا واحد صرف عمله الجزائر اصلا في المطار، والله ما اعرفها، قسما بالله العظيم يا جماعه انه ما اعرف عمله الجزائر، الصراف ما عرف عمله الجزائر، عادوا راح للكمبيوتر الجيريان كورنسي. اوه نو 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 ماي نو، قال ماشي عندنا هذه. وسافرت، وفجأة وأنا أقول لهم وصلت مطار هواري بومدين إخواني الكرام، لفيت الكاميرا، طلعوا شافوا الناس مراكش وانقلبت الدنيا. قال هذه الأخت هذه اعتقدت أن هذه الحركة كانت أنني قاعد أجس النبض التبون. أنا مجنون، واحد بيسافر الجزائر بعد أن ذهب إلى المغرب وجلدكم على مدى 3 سنوات متتالية، وهو يجلد فيكم جلدا ويعريكم تعرية. على فكرة يا أختنا، أنت ما تعرفي أنت إلى هذه اللحظة أنه لم يمر على تاريخ الجزائر كارثة كارثة أسعد الشرعي، وأنتم لحد الآن ما شفتوا والو، والله ما قد شفتوا والو، إلا تبون شنقريحة بخليهم يشدوا في راسه.